آسفة يا جماعة بس أنا جاية أفوّقكم. عارفين إيه هو الهوس في العلاقات؟ اللي هو لمّا تقعد تتخيّل شخص قابلته مثلًا وإن أنت قعدت تتكلّم معاه بقى وتتخيّل سيناريوهات في دماغك وإنه عمل كذا ولمّا هيعمل كذا هارُد عليه بكذا والكلام اللي هو بيفضل المُخ يشغّل أفلام ما حصلتش، سواء في علاقة بتبتدي أو علاقة سطحية، وتبدأ بقى تتعامل مع الشخص ده مع الخيال يعني مش مع الشخص الحقيقي اللي قاعد قدّامك أو جنبك أو زميلك في الشغل أو صاحبك من أي حتة. بالأصح يا جماعة هو إنك تتخيل الحب في مكان ما فيهوش حب. عايزة أقول لكم إن دي بتبقى حاجة مرتبطة بالصدمات بتاعة الطفولة، وده بيبقى adaptation أو تكيف بيحصل للناس اللي هي لما كانت طفلة اتعرضوا للأذى أو الإهمال العاطفي وبيطوروه بقى، لأن نظام التعلق عندهم أو عندك بيبقى مستحيل إنه يصدق إن أهلك مش بيحبوك أو إن هم غير كفء أو غير قادرين على الحب، ودايما هيختار يصدق كلمة أهلي بيحبوني بس ويملى النقط والفراغات. المشكلة إنه بيملاها بكلمة بس في غلط فيا أنا. أهلي أكيد بيحبوني بس الغلط فيا أنا. أهلي بيحبوني بس مش عارفين يلبوا احتياجاتي عشان نقط نقط نقط، برضه الغلط فيا أنا. وكل التفسيرات دي بتخلي الشخص يكبر ويدخل في علاقات ويقعد فيها يبرر إن في حب حتى لو الحب ده مش موجود فعليا، وده اللي بيدخل ناس كتير جدا في دوامات علاقات عجيبة، خصوصا هما بيتعرفوا على حد جديد والميل إنه يتخيل إن الشخص ده فيه صفات إيجابية مش شرط بالضرورة تكون فيه، وتلاقي نفسك كمان شوية مش بتتعامل مع النسخة اللي موجودة في الحقيقة، أنت بتتعامل على النسخة اللي اتنسجت في خيالك. وده بيخلي العلاقة كلها مبنية على حاجة اسمها projection أو الإسقاط مش الواقع، فتلاقي نفسك بتتعلق جامد جدا بشخص انت متعرفوش أصلا أو بتستثمر كتير في علاقة ما بدأتش من أساسه، وأي حاجة صغيرة تحصل تبتدي بقى تكبرها وتفسرها وتديها معاني وتفسيرات، وكل ده بيحصل عشان تحافظ على الصورة اللي انت بنيتها مش عشان تشوف الحقيقة. وده كله بيحصل مش عشان انت بتتعلق بالشخص، انت بتتعلق بالإحساس اللي انت خلقته، لأ وكمان بتدافع عنه حتى لو الواقع بيقول عكس كده. المشكلة الأكبر بقى في إن الباترن ده هيفضل يتكرر وهتلاقي نفسك بتحب ناس وبتتخيل علاقات مع ناس وكلها هي عبارة عن حقيقتك أنت ومش الشعور الحقيقي اللي واصل لك منه، ويفضل النمط ده يتكرر ويتكرر لحد ما تسأل نفسك سؤال واحد: هو أنا شايف الشخص ده على حقيقته ولا شايف اللي أنا عايزة أشوفه منه؟ السؤال ده هو بداية الخروج من الدوامة لكن ما هوش علاجها. لو حد فيكم لقي نفسه في الدوامة دي ومحتاج مساعدة اللينك بتاعي في البايو. مستنياكوا. سلام.